بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. ازيكم يا متابعين واخواتي في الله. حابة اشكر كل اللي تابعوني، يا رب يبارك لكم ويجعل في ميزان حسناتكم، ويا ريت تسمعوا معايا الفيديو لحد الاخر فضلا وليس امرا، تحطوا اللايك وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناة مطبخ الطيبين الدنيا. يا رب اتمنى الفيديو يعجبكم وينور رضاكم ان شاء الله، ويوصل باذن الله اعلى المشاهدات واللايكات بحق الجمعة الكريمة ان شاء الله، كده يجبر بخاطر انا وكل اللي زي جبرت يتعجب له اهل السماوات والارض، وادعوا لطلاب تالتة ثانوي بالله عليكم، لان بصراحة ربنا يقف معاهم الامتحان الشغالي، وانا بنتي برضه في ثالثه ثانوي وربنا يكرمها ويكرم كل يا رب ام واب في اولاده ان شاء الله، وبناته واولاد العالم اجمعين، اللهم امين. آه ربنا يكرمهم كده طلاب ثالثه ثانوي جابوا يتعجب له اهل السماوات والارض، لان بصراحه ربنا يقف معهم، مش هقول غير ربنا يقف معهم وربنا يكرمهم كلهم، يا بنتي واولاد العالم اجمعين، مسلم ومسيحي. اتمنى كده ان شاء الله كده الفيديو بتاعي يعجبكم من رضاكم. النهاردة خبزت معاكم العيش الشمسي من ألف للياء، من أول الخميرة لحد ما حللت الدقيق لحد ما رحلت المقارس تتفلتهم، ويا رب إن شاء الله كده يعجبكم من رضاكم وتجربوه وتعملوه. ويعني اللي درينا على العيش الشمسي مش صعب عليه، بس اللي هيعمل أول مرة يقول أنا هعمل كيف، وأنا دي يا جماعة الحوض، وده الخميرة البيرة العادية، مش الخميرة الفورية، الخميرة العادية مش شارينها من السوبر ماركت. الحدقة طبعا العشاء النهاردة مش هخبزهم قليلين، ده هما مش عارفة 22 رغيف ولا ايه، فهاخد حتة واخلي حتة مش عاوزاها، مش هحط كتير. ودلوقتي ده برضه هحطلها شوية مية وهدوب شوي شوي. معذرة موردكمش الخميرة انا بعملها بالمية، لان التليفون فصل. هنا حطيت الحدقة قدامكم وحطيت الخميرة قدامكم وحطيت صحن دقيق صغير ونزلت بالميات وربيتهم قدامكم، ولا راح التليفون فصل معلش يعني. وهنا غطيناها لحد ما تخمر براحتها. هنروح بعد ما غطيناها نحلل الدقايق، شايفين ماشية معاكم في الفيديو من اول لاخره، يعني زي ما انا بعمل زي كده. هتخمر الخميرة وتغطيها وتسيبيها تاخد لها ساعتين، تاخد لها ساعتين ونص، تاخد لها 3 ساعات. اول ما تلقاها خمرت عن الهن اللي انت عاملاه، الخميرة اللي انت مخمراها تشتغلي فيها على طول. انا هنا خمرتها وغطيتها وسبتي، رحت حللت دقايق برضو وسبتهم لحد ما الخميرة تخمر. الخميرة يعني انا خبزت في النهار، ما خبزتش في الليل. خبزت وخلصت يعني اللهم صل على سيدنا محمد. خمرت الساعة 11 الظهر، وعجنت الساعة 11 و12 و1، وعجنت الساعة 2. الناس اللي عايزة تغوص في النهار. ورحت يا ست اللمنتة بعد كديتي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عجنت الساعة 2، قطعت الساعة 4 على ما العيش يخمر معاكي. برضك بعد ما تعجنيه العيش تسيبيه، خليه تغطيه بالصينية وتخليه يخمر. تخمر هتعرف انت اللي زاده، مش هتعرف، هتعرفي اللي زاده. انا مع اني يعني مخبز لفترة كبيرة فعارفة العيش لما خمر. انت لما تلقيه يخمر تروحي ترحلي المقرصات وتحشي من الدقايق دول شوية دقيق، عشان ايه تخليهم تعملوا منهم العيش، اهم دول الدقايق اللي هنحشناهم عشان ندق فيهم الرغيف. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. اديلك الخميرة ايه اتضاعفت وخمرت. وديك الملح هحطه في الكوباية ودوب، وبعد كده ايه احطه في الحلة تحت الخميرة المفضية. شايفين الخميرة بعد ما خمرت دلوقتي انا هفضيها في الدقيق واغطيها شوية دقيق كده، واغسل خسارة اغسلهم العجين دولي عشان حرام لما تتكب في الحوض المية. اغسلهم بالهينات واحطهم فيها، احطهم في الدقايق نفسه، اكمل عليهم العجين بالملح، وده المية ده هحط فيهم مية الملح.
شايفين؟ يعني انا الحله نظيفه الحمد لله، وغسلها مش ولا حاجه. لا الحمد لله نظيفه. فاعجن على طول بعد كده. دلوقتي انا حطيت الدقيق، حطيت الخميره، حطيت الميه اللي كانت في الحله دي، وحطيت زي ما انتم شفتين، حطيت الملحات في الكوبايه. لقيت الكوبايه مدوبتهمش، كبيتهم في الحله، دوبتهم بيدي. وبعد كده حطيت الميه واشتغلت اعجن. بسم الله. الواحد لما يجي يعجن كده يقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. يا اللهم يعمر لنا كده ربنا ان شاء الله، وتقعد تسمي وتصلي. لان العجين بصراحة دقيقة التومين دي طلع شوية. الحمد لله الحمد لله مظلم. بس والله العظيم حسيت ان كتر المليك خلاه نار. والعيش طلع بسم الله ما شاء الله، وهتشوفوه معايا خطوة بخطوة. هناك العيش الشمسي ما يحب المليك جدا، مش ما يحب رخة وباس، لا ما يحب المليك، وما يحب كل ما تملك تحط مية. وانا هناك زي ما انتم شايفيني عجنتم يعني. خفت للأنبوبة بصراحة تخلص، وما عرفش حد هناك عشان اقول له اديني أنبوبة. فقلت لا انا مضمنش انا اخبزهم رصتين او رصة ونص زي ما يطلعوا، وانا عندي دقيق الحمد لله. بس خفت اكتر زي ما انا معملهم رصتين ونص. طب لو خلصت الأنبوبة هكمل عشان فيها، فما ينفعش خسارة. فقلت لا انا اخبز لي رصة ولا رصة ونص. طلعوا رصتين الا 3 رغفي. والله ما عارفة طلعوا يا ربي رصتين 3 رغفي، ولا طلعوا 9 ترغف، ولا طلعوا 8 ترغف اللي فضلوا. يعني المهم رصة، ومش عارفة 8 ترغف ولا 9 ترغف. وهناك زي ما انتم شايفين المليك لازم المليك العيش الشمسي لازم تملكيه، لان العيش الشمسي ما يحب المليك جدا. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم يا رب. الفيديو يعجبكم وينور رضاكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا، وتحطوا اللايك وتدوسوا على الكل وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناة مطبخ الطيبين 2. ويا ريت إن شاء الله أكبر بكم ومعاكم، وأنا واثقة في ربنا إن شاء الله في كل متابعيني وأخواتي في الله وحبايبي، إن ربنا يجبر بخاطري. لأن أنا فتحها بصراحة القناة دي مصدر رزق ليا عشان أساعد جوزي بمصاريف عيالي، لأن أنا معايا 5 بنات وولد. يا رب يخليهم لي. هنا بعد العيش مع عجينته عجينة زينة دينا، وختمته قدامكم. حغطيه بالصينية شايفين الصينية. دلوقتي أنا هعمل ايه، هرحل هتدفل المقارص. في عندنا احنا ناس بتقول رحله، وناس تقول تدفي. هتدفل المقارص لحسن يكون في حد معرفش يعني ايه ارحلها. هتدفل المقارص قدامكم، وبعد ما تدفل المقارص هسيب لحد ما العيش يخمر براحته. هو كده رحل المقارص. جبت شتردة وحطيتهم في بولة بلاستيك كده، اللي هي بتاعت الطحينة دي كان، ولا مش عارفة بتاعت جبني. واشتغلت هتدفل المقارص معاكم. وان شاء الله يا رب كده الفيديو يكون بسيط ويعجبكم وينور رضاكم، وقولوا لي استاهل كم من 10 فيه. هناتي ماشية معاكم انا خطوة بخطوة عشان ما تتوهوش مني ولا توه منكم. هنتدفل المقارص مع بعض، وبعد كده هنستنى العيش اول ما يخمر راح افتح واقطع معاكم على طول. يعني لازم العجين بعد ما تعجنيه تغطيه تسيبيه شوفي هيخمر بعد ساعة، بعد نص ساعة، بعد ساعتين. تروح بقى أول ما تلقيه اللي هنا اتعمل روح تعملي. هناتي حبيت اوريلكم اهو بعد ما خمر، وهقطع معاكم العشاء. بألف هنا وشوف علينا وعليكم. شايفين ما شاء الله. انا بصراحة خليته تخن شوي، لان العيش دي تاي خبزت اول خبزة منه ساحت جدا جدا. الحمد لله ما كنتش في هدايا صورت. فقلت لا انا المرة الجاية راح اخليه يبقى ناقص فمه كده ولا فمه ونص، عشان ما يعملش معايا زي ما عمل الدور اللي فات. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. شايفين القطع ما شاء الله. البيت اللي ما فيهوش الدقيق حاله يضيق بصراحة. انا لما يكون ما عنديش دقيق بابا بتضايق. بس الحمد لله يا رب يخلي لي جوزي ويبارك لي فيه بصراحة، مش اما يخليني محتاجة دقيق خالص.
لان احنا اصلا اكلنا عيش شمسي. الطابونة دي ما نجيبهاش غير الا في والحمد لله. شايفين معاكم القطيع ما شاء الله. نفسي كتير بنتي تتعلم القطيع، لان قطيعها هي بتعرف تقطع بس مش القطيع اللي زي كده، تحسها كده ما تهبشهاش. فان شاء الله بعد ما تخلص امتحانات تالتة ثانوي يكرمها ربنا كده ويقف معاها ويجبر بخاطرها هي وكل اللي زيه، وبإذن الله تجيب امتياز يا رب. ما اتمناها منك بحق الجمعة الكريمة ان بنتي هي وكل اللي زيها يجيب امتياز. وانا هنيتي بقطع معاكم العيش الشمسي واحدة بواحدة عشان برضك هي ما تدهوش منه، لان هم العشات يعني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني مش عارفة انا كم رغيف والله، بس شايفين العيش احنا وما نسووه لازم تسويه. احنا هنا عندنا ما نقوله ما ندبوه، انتوا عندكم شوف هتقول هنسووه ولا هندبوه. احنا نقوله العيش نشف وشه نشف دبيه، وهنا وفي ناس تقول سويه. وربنا يخلي لأمي اللي هي بصراحة علمتني كل حاجة. انا ربنا يخليها ويديها صحتها ويشفيه. وهنا بعد ما دبينا العيش هنعمل الحدق اللي هو ما نخلوه نخمره عليها، ولازم كده نعمل الحدق. ولو كانت العجينة بتاعت الحدق ناشفة نحط لها قطرتين مية كده على قد معلقة الرز على قد معلقة الشاي على حسب ما هي عايزة منه. وبعد كده تحطيه في شنطة، بعد ما تحطيه في شنطة تربطيه وخليه على ترابيزة المطبخ ساعة ولا ساعة ونص عشان يخمر من برا. وبعد كده حطيه في التلاجة، لازم تخليه ساعة ولا ساعة ونص، ساعتين 3 بس. في الحر دي تخليه ساعة ولا ساعة ونص بس، لأن الحر بصراحة الواحد ربنا يسترها، الحر مولع السنة دي. شايفين ما شاء الله العيش نيته بألف هنا وشفا علينا وعليكم. يا رب الفيديو يعجبكم من رضاكم. ونيتي بعد ما دبناه وسويناه وعملنا حرق لازم نغسل الماجور. دي انا اللي مغسل بيها بصراحة غطاية لبن، يعني قاعدين بقول لكم دي غطاية بتاعت قدسة اللبن. بعد ما فضلت شهدتها كده وخليتها على الترابيزة جنبي عشان وقت ما اغسل الماجور. بصراحة مش مقدر اغسل بيدي، لان في مرة غسلت ضفري وجعني وقعد فترة جامدة كديت ووجعني. فمن بعدها قلت لا انا مش هقدر اغسل يدي تاني، مش كل ما اجي اغسل الماجور اتعور. فالواحد لازم برضه قدرت ايه يبقى متعلم كل حاجة جديدة. وشايفين هنا العيش بعد ما دايرته يعني لفيت الرغيف، الحتة دخلت على الحتة التانية، فما كانش هينفع اوريكم عشان ما اعرف اسوي لنفسي جامد. فانا دلوقتي وريتهولكم بعد ما دايرت العيش. واتمنى يا رب الفيديو يعجبكم من رضاكم. هنا العيش بعد ما خمر، الخمر اللي راح انا هولع له هولع له الفرن الانبوبة. ما عنديش انا، يا ريت عندي فرن طين، بس ان شاء الله لو كرمنا ربنا كده وقدرت اعمل فرن طين في بيتنا اللي في البلد هعمل. شايفين هنا العياش بعد ما خمر. دلوقتي انا بعد ما اوريهولكم راح اروح اشغل الفرن وبعد كده اجي احول العشاء. فيهم كام رغيف مايل انت يمكن توعوله، هعدل دي في الفرن ان شاء الله. لما اشركوا المايل هخليها من تلاقي كده هتتعدل هيبقى الرغيف، وهوريهولكم ان شاء الله بعد ما يطلع ويستوي. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم يا رب. دلوقتي انا وريتهولكم راح اروح اشغل الفرن عبال ما احول العشاء. تاخد لها ربع ساعة هي عشان تسخن، مع انها فرن انبوبة. وبعد كده اديني مسكت الرغيف، اديني بعد ما حولتهم ومشرك العيش اديني قدامكم. شايفين لازم نشركوه كده، هو الشريك بتاعنا كده، مش اللي هو الشريك في الجنب لا. انا طلعت لقيت امي ولقيت ستي بتشرك العيش زي كده، فانا بعمل زيهم. قدرنا يعني ان احنا نشاركه كده. دي دبوس اللي مشارك بيه بوريهولكم بقى، دي دبوس. شايفين ما شاء الله العياش هيطلع بسم الله ما شاء الله من الفرن. ويا رب كده الفيديو يعجبكم من رضاكم. وشوفوني استاهل كام فيه من 10. ومعلش المطرحة مكسرة ومبهدلي، وده يا بنتي مش صورنا. فقالت لي ماما انا هوريهم قدامهم رغيفيا وبعد كده كملي انت. شايفين العيش الشمسي ما يترشف لما يترص في الفرن الأنبوبة. بألف هنا وشفا علينا وعليكم. يا رب الفيديو يعجبكم ونرضاكم إن شاء الله.
هنيتي اديني بعد ما رصيته على طول، لسه ما قفلتش عليها. اول ما خلصت رص ده هوريهولكم وهقفل عليها. شايفين هنيتي ما شاء الله ارتفع وبقى ازاي جميل، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بألف هنا وشفا علينا وعليكم. وإن شاء الله يا رب الفيديو كده يعجبكم من رضاكم، وتاكلوه بالصحة والراحة وراحة البال وهدوان السر. احنا وانتوا أمة العالم أجمعين يا رب. هنيت أنا بوريلكم العيش طلع والله الكاميرا ظلمة، يعني العيش طلع بسم الله ما شاء الله زي الورد، بيضحك ضحك جديد. فمش عارفة بنتي ما كانتش ماسحة الكاميرا ولا. هنيتي بعد ما استوى هو شايفين ما شاء الله، يمكن شوية التصوير حسن. وبرضه هوريهولكم تاني في البرش لما اخد الماجور واروح ارصه في البرش. هنيتي بقول لكم العشاء هنيتي انا بطلع ومستوي ما شاء الله. بألف هنا وشفا علينا وعليكم. اهو كان هيوقع مني الرغيف هنا بوريلكم من فوق ومن تحت. ويا رب الفيديو يعجبكم من رضاكم ان شاء الله. وما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، وحطوا اللايك وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناة مطبخ الطيبين 2. واتمنى يا رب الفيديو يعجبكم وينور رضاكم ان شاء الله. وان شاء الله كده تجربوه وتحكموا انتوا عليه بنفسكم. بصراحة العيش الشمسي ما ينفع في البامي. هنا طلعته في المجور، هو هاخده ورصته في البرش. معلش الحتة دي جت بينا ووصلت معي لحد نتاي. اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.